عيانة جات لي في الجلسات بتقول لي إن أنا مرّيت بظروف صعبة جدًا، ما بقاش عندي لا طاقة ولا خُلق لأي حاجة. قالت لي كمان أنا مش قادرة إن أنا أهتم بنفسي، مش قادرة إن أنا أهتم بنضافتي الشخصية، مش قادرة إن أنا أعمل أي حاجة في البيت، مش قادرة إن أنا أعمل أي حاجة لولادي، من كتر ما أنا حاسة إن أنا مش قادرة، ما بقيتش قادرة حتى إن أنا أرفع جسمي من على السرير. قالت لي كمان أنا لا عارفة أنسى ولا عارفة إن أنا أتأقلم مع ظروفي، ولا حتى عارفة إن أنا أرجع لنشاطي بتاع زمان. قولي لي أعمل إيه، وهل فعلًا جلسات العلاج النفسي هتساعدني والّا لأ؟ معاكم نهلة عبد الواقي، أخصائية نفسية. خلينا نكون متفقين إن شعور انعدام الطاقة ده بيكون من أكتر الأعراض أو من أشد أعراض اللي إحنا بنحس بيها لو أنا عندي اكتئاب. فلو أنتِ واحدة بتشوفيني وبتحسي بالأعراض دي، أول حاجة هاقولها لِك أنتِ وأي حد بيحس بالحاجات دي، أول حاجة هوّني على نفسِك، اعملي اللي أنتِ تقدري عليه حتى لو كان الحاجة اللي أنتِ تقدري عليها دي هي حاجة بسيطة. اوعي إن أنتِ تلومي نفسِك أبدًا إن أنتِ طاقتِك ما بقتش زي الأول، وخليكِ عارفة إن خطوة العلاج النفسي عمرها ما كانت صعبة، ولو أنتِ خدتِ الخطوة دي هتكون الأعراض دي مؤقتة وفي طريقها للزوال. خطوة العلاج النفسي هتساعدِك كتير إن أنتِ إزاي تعرفي تتخلصي من الاكتئاب بتاعِك. فلو أنتِ عايزة تحجزي جلسة علاج نفسي أونلاين عشان تقدري إن أنتِ تساعدي نفسِك إنِك تخلصي من الاكتئاب، هتلاقي لينك الحجز موجود في البايو.